السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده هنعمله روتين اكل كده، حاجة سهلة بس يعني سريعة. هنعمل جوانح، صينية جوانح يعني بطاطس بسيطة فيها. هنشوف هنعملها ازاي مع بعضنا، وهنعمل معايا رز صغيرة كده. جوانح اهيت، انا ظبطتها ونضفتها، خليت فيها اي حاجة جميلة اهي. عامة انا بحب الجوانح دي والله، دي من فراخ بيتي اللي انا مربياها. يعني الفراخ اللي انا اخد الصدر بتاعها اعمله بانيه وركبه كده، يعني اعملها على كذا حاجه يعني. فبشيل الجناح على بعضها كده في الفريزر، ولما اجي استعملها اطلعها افكها. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا مقطعه بصل بتاع ده، توم وشطه خضراء وشرايح طماطم، ومخلطه البصل اهو. فهنشوف برضو هنعمل الحاجة دي ازاي مع بعضنا، وعلى الله ينول اعجابكم باذن الله. ضفت الثوم والشطه على البصل اهو، وهنا ديت التوابل بتاعتها، البهارات والحاجه بتاعتها، فلفل وكمون وشطه وملح يعني الحبشتكنات بتاعتها. هنضيف كده مع بعضنا اهوت اهي. بدأنا مع بعض في الآخر اهي كده البطاطس اهي. وهرص عليها ملحها كده، هكون ضربه شويه طماطم كده هحط حبه على الوش كده اهي، مش كتير اهي. وعبال الجناحه بقى ما تطيب، عندنا شويه معين في الحوض هم هنخلصوهم بسرعه كده مع بعض. المطبخ ناقص له شويه حاجات حلوه عايزين نجيبوها لزوم التنظيف. عايزين بريل المواعين، عايزين شامبو للسجاد، وعايزين تنظيفات برضو للحمامات. ادي احنا مع بعض اهو. وربنا المستعان.
مع بعض للاخر وربنا المستعان. يعني ويعين كل من كان يعني. جايبين السباكه والله بتاعت البيت ومستعملين الحركات العاديه. الدنيا غاليه وكل حاجه مولعه. ادي احنا ماشيين ايه واحده واحده لحد ربنا ما يسهل. ادعوا لنا يا جماعه. وادي بقى صينيه البطاطس اهي الفراخ هتطيب على البوتاجاز وبعدين هدخلها في الفرن ايه تاخد لها وش وكده. نوضب بقى وعية الرز. ودلوقتي حطيت الرز اهوت، حطيت له اللبن بتاعه. الرز زاد عن الوعايه دي. على فكره الحاجه ديت مصدر اكل عيشنا، يعني ايه الحاج بيشتغل في الخزف والحاجات دي والفخار، فيعني الحاجه ديت ايه متوفره عندنا. عشان كده لقيت واحده صغننه اهي الرز زاد فنقصته فيها يعني. هحطه بقى دلوقتي في الفرن وهنشوفوه لما ايه يستوي شويه كده ويحمر. احنا مع بعض وهنشوف. نفسي في البدنجان المشوي بقى. هعمل ايه سلطه بدنجان، حطها على وش البوتاجاز كده بتطب وتبقى زي العسل. هنشوفها بعد ما تطيب شكلها ايه. البدنجانه طابت بقت زي الزبده اهي. يمي طفى عليها بقى بس سخن. الله. والرز لسه يتلدن تاني وهحط له الزبده بتاعته. ايه رايكم في الصغننه ديت؟ جميله. ايه رايكم يا جماعه؟ هحط له لسه بقى الزبده بتاعته ماشي، وبعدين احطه في الفرن تاني يتلدن. هو الرز اللي في الفرن كده لازم يكون ايه الزبده. واحط للصغننه برضو الزبده بتاعتها اهو. بالنسبه بقى للشطه الخضراء اللي غاليه بقت ب20 وب25 دي، عمكم الحاج جاب لي كيلو هيتبل وهيسني. انا اصلا محدقه ايه شطه في المش ومحدقه عادي في الملح عادي. ديت هتبقى عندي زياده ماشي، هنستعمله منها للسلطه، نستعمله منها للبدنجان اللي انا لسه شوياه. فرمتها وضبطها وفرمتها. عباها بقى ببرطمان وحطها في التلاجة مع الشطه الحمرا. عامله هريسه برضو حمرا انا وريتها لكم مره. وهنا بتخلص الايه الطبخه الحلوه دي. صينيه الجوانح اللي هي بالبطاطس، وده البدنجان اهي المشويه اللي كنت قايله لكم عليها اهي، وده البرام الصغنن والكبير اهو. وانا عجبكم يا جماعه الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايكات الكومنتات الحلوه. وايه رايكم؟